اهلا بالجميع. الفيديو اللي معانا النهارده محمد عامل سيرك طنطا بيرد على شقيق مدربة الاسود النوسة كوتا اللي هو اسمه منذر، اللي طلع فيديو مستفز بصراحة باسلوبه وماسك كوباية الشاي وبيكذب كل اللي قاله محمد بطريقة يعني فيها اهانة وفيها استفزاز. عموما محمد هيرد على كل الكلام اللي قاله منذر، وهنشوف حضراتكم هتقولوا لنا ايه في التعليقات. ألف مليون سلام عليك يا محمد. منذر طلع اللي هو شقيق المدربة أنوسة كوتا في لايف كده، وقال أو في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال يعني كلام كتير كده. أنت شفت الفيديو ده؟ شفت الفيديو. بيقول لي أنا بسطويسي، أنا منذر يا بسطويسي. إيه؟ ألف مبروك على الترند. الناس أصلا يعني مش سموه. الناس عمالين يطلعوا في الكومنتات. يعني طلع قال إن محمد دخل دراعه جوه القفص عشان يركب الترند، عشان أعمل الترند. يعني قلت لي الأسد عشان أعمل الترند وعشان أتنك قدام صحابي. ومن إمتى وأنا بفهم في الأصول أصلا؟ أنا من إمتى أنا بفهم في الأصول؟ أنا مبفهمش حاجة. وفي كلب وعندي بيت في 3 أدوار مليان كلاب. كلب فيه ب75,000 ماشي. يقول لك الكلب الواحد ب75,000 جنيه. أنا لو عندي مزرعة كلاب، لو عندي بيت فيه كلاب، حاجة اشتغل في السيرك. لو أنا عندي بيت مليان كلاب 3 أدوار. إيه قصة مزرعة الكلاب بقى إن هو طلع قالها كده؟ لما هو كنا هناك لما كنا قاعدين مع بعض، كان معايا كلبين له صغيرين، فاهم؟ فهو حاسبها علشان ايه بقى؟ ان ما يقولكش ايه بقى، يقول لك انت معاك فلوس ماشي، انت مش محتاج حاجه، طالع عايز يحرض الناس عليا ماشي. وانا ولا عندي بيوت ولا عندي كلاب، كانوا كلبين بودي اللي هم اللي دول وراح حالهم. محمد انت قبضك قد ايه؟ في اليوم كده؟ يعني المهنه كان فيها مخاطره جامده جدا. 170 جنيه. 170 جنيه غير التبس 200 جنيه. و 50 جنيه مواصلات. هو المستغل ب 50 كنت بقى 100 جنيه بوفرها علشان اعرف اتجوز. شغال في المجال بقالك قد ايه يا محمد؟ بقالي 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين شغال في المجال. كلمني كده، يمكن كمان كابتن مدحت طلع في فيديو قال ان المدربة أنوسة كوتا جابت لك ميه وعصير. في فيديو بيقول تبقى ناكر الجميل لو قلت لأنوسة كوتا ماشي ما جابتلكش عصير. لا وفعلا انا مش ناكر الجميل، فعلا هي ما جابتليش عصير. انا راجل معرفوش، كان في الجمهور عادي جيست، هو اللي جاب. ولسه يعني الراجل ده موجود اصلا، موجود بيجيب حاجات ماشي. ومعاه الفيديو اللي بيقول لك ايه، بيقول لك ان احنا، بيقول لك اللي هي جابت لنا عربيه اسعاف، جابت معايا المستشفى هناك وجابت لي عصير وجابت لي ماشي. احنا معانا الفيديو وانا بركب العربيه نص نقل، احكي لي كده عن لحظات الرعب اللي انت عشتها يا محمد ساعة الواقعة بالظبط كده. محمد كان كل همه ايه في الوقت ده؟ ساعة الواقعة انا بص، انا ما كنتش عايز اعمل اي حاجة، يعني انا اشيل ايدي بس من بس، فاهم؟ وكنت خايف جدا يعني يبتلوا ايدي، والحمد لله ده نصيب ربنا، قضاء من عند ربنا وبتلوا لي ايدي. كلمني بقى كده يا محمد عن زيارة المحافظ ليك النهارده، المحافظ الغربية اللي هو أشرف الجندي كان متواجد عندك هنا في الساعات الأولى من اليوم. يعني كلمني بقى عن، قلت لي إنك يعني زي ما بيقولوا كده حسيت إن أنت ليك ظهر. أيوه لقيت الدنيا كلها النهارده معايا. لقيت الدنيا كلها معايا النهارده، المحافظ والدكتور محمد والناس المسؤولين هنا. أنا بشكر الناس المسؤولين والمحافظ اللي هم جم
هم شافوني حسسوني ان انا ليا ضهر. والحمد لله الحمد لله الناس يعني الناس مش هتسيبني، الناس ورايا الحمد لله. عرفنا اللي هو في دعم مالي جالك النهارده من محافظه الغربيه. أيوة. وفي ايه تاني؟ ايه اللي حصل معاك؟ عمل لي اسمها دي وظفني في شركه الادويه. في شركه ادويه. ماشي، وعمل لي معاش. ايه الاجراءات بقى اللي محمد ناوي يعملها بعد ما يخرج من هنا ان شاء الله؟ الاجراءات اخد حقي من الانوثه. اخد حقي من الانوثه. ماشي، انا كنت بتجوز مش عارف اتجوز. مش عارف اخش بقى. ماشي، دراعي اتقطع بقيت عاجز. توك توك مش هعرف اركب التوك. لكن يعني انا كنت عايز احوش واجيب مكنه اطلع اشتغل عليها، مش عارف اطلع اشتغل عليها. هطلع اشتغل ازاي؟ هطلع اموت نفسي وانا في واحده مربوطه في رقبتي. كان المفروض جوازكم امتى يا محمد؟ يمكن ربنا وقعك في بنت اصول. بنت الاصول اللي هي تصون البيت وتصون العيش والملح وتصون كل حاجه حتى في الازمات. كلمني كده، انتوا اتعرفتوا على بعض امتى؟ ايه اللي حصل؟ يعني يمكن قالت لي اللي هي كانت جيست عندك. هي كانت جيست في مارينا. انا قعدت 3 ايام علشان اعرف اجيب رقمها. من يعني كان مسهل عليا ان انا مثلا اتعرف على ايه السيرك في المجال اللي انا فيه. الوحيده اللي قعدت 3 ايام علشان اعرف اجيب رقمها. والوحيده اللي قعدت 3 سنين علشان اعرف امسك ايديها وعملتها حجه علشان اعدها الطريق. زي فوزيه؟ ايوه. وجيت في ازمتي لقيتها في ظهر منك. قلت لها يا عمر شوفي حالك، انا بقيت بتاع. قلت لها معاك لاخر العمر. قالت لك انا معاك لاخر العمر. بنت اصول. بنت اصول دي شويه. 100 راجل. 100 راجل. ربنا يتم شفاك على خير يا رب. يا رب. محمد بقى النهارده محتاج ايه؟ محتاج، انت قلت لي محتاج ان انت محتاج الناس تدعي لك اول حاجه. ايوه، انا عايز الناس تدعي لي بس تقولني اللي انا فيه بالسلامه. ماشي، مش عايز غير دعوات الناس، فاهم؟ وحقي انا مش هسيبه، والحمد لله الناس كلها معايا والناس في ظهري، وحقي كده كده جاي الحمد لله. ان شاء الله حقك هيجي يا محمد، ان شاء الله حقك هيجي باذن الله. باذن الله. مشاهدي ومتابعي الجمهور في كل مكان، كنت معكم انا احمد النوبي من داخل محافظه الغربيه، تحديدا من مدينه طنطا. كان معانا محمد البسطويسي ضحيه سيرك طنطا. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام اللايف.